صباح الخيرات والهنا والنعيم، ازيكم يا فراولات؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وهنعمل وصفتين احلى واطعم من بعض بكيلو واحد بس دقيق، ومن غير لا لبن ولا زبده ولا بيض ولا اي افتكاسات. بصوا، كل الحكايه ان انا عندي كيلو دقيق الكوثر، او اي نوع دقيق عندك. الدقيق ده انا كنت جايبهم وريه لكم في المشتريات، فهو اللي متاح عندي، وكيس خميره فوريه، وهنحتاج معلقتين زيت وسكر، بس كده بس كده. بصوا، انا نخلت الدقيق، نخلته وبعدين احط عليه كيسه الخميره، بالتالي بتبقى 20 جرام يعني لو انا فاكره صح. واحط مع الخميره معلقتين كبار مليانين كده سكر. احنا بنحب العجينه ما تبقاش مسخه اهو، بصوا. واحط كمان ربع معلقه صغيره كده، مش مليانه قوي، ملح علشان خاطر نعادل بقى الطعم بتاع العجينه. والملح، رشه الملح دي كانت جدتي بتقول ان هي الخير، والخير بتاع او البركه بتاعه العجينه، حاجه زي كده لو انا فاكره صح يعني. اختكم بقى الضغط معاها مش متظبط خالص اليومين دول، هتلاحظوا. بصوا، نقط الضغط حطاها جنبي هنا، لاني كانت الدنيا معايا بايظه خالص، وكنت بعمل باخد نقط ضغط عشان تظبط لي دماغي شويه. وقلت ما بدهاش بقى وما فوق نفسي، واعمل للولاد حاجه بيحبوها للغدا النهارده. كنت قاعده والله محتاره ما بين حيره الغدا وما بين الضغط الواطي. الحمد لله على كل حال. بصوا بقى، هحط قد ايه زيت. المعيار اللي معايا ده المره منه بمقدار معلقتين كبار، فانا حطيت منه مرتين، يعني انا حطيت 4 معالق زيت لان انا عامله كيلو دقيق. تمام. طبعا لو انت هتعملي نص كيلو يبقى نص المقدار. حطيت كمان معلقه صغيره خل، حلوه قوي قوي، وبتخلي العجين معاكي هش وجميل. كل ده هضربه على سرعه بقى ايه هاديه كده خالص، علشان خاطر بس المكونات تختلط مع بعضها. لسه ما حطيناش الميه، قلت لكم ان احنا هنعمل العجينه دي من غير لبن ولا زبادي، اللي هو حليب، ولا رايب يعني. ولا زبده ولا بيض ولا اي حاجه. عجينه ما فيش اسهل من كده، واعملي بيها اي مخبوزات انت عايزاها وعلى ضمانتي. خلاص. هقلب كله مع بعضه، واجيب بقى قد مجين ميه دافيه، وهي دي بس اللي العجينه خدتهم. الكيلو دي خد معايا مجين من الميه الدافيه دي. مش عارفه بقى المج ده اكبر من الكوبايه الازاز ولا ايه، بس انت عينك ميزانك في موضوع الميه بالذات، عينك ميزانك يعني. انا بصوا حطيت المجين، وعرفت ان هي كده خلاص مش عايزه تاني. هسيبها بقى تتعجن عجنه كويسه، وتاخد وتدي مع بعضها كده بشكل ودي. لما بصوا بقى الطريقه وزي الملبن، دهنتها زيت، وهلبسها كده كيسه. واغطيها كمان بفوطه مطبخ ولا حاجه، علشان خاطر ايه؟ تخمر على طول. اسيبها في مكان دافي. وتعالوا بقى نحضر. انا قلت لكم هعمل من العجينه دي وصفتين. الحشوه اللي انا هعمله ده حشوه من الحشوتين اللي انا هعملهم. ديت عباره عن ايه؟ لحمه، وحطيت معاها بصل وطماطم وفلفل اخضر. خلاص. هضرب كله مع بعضه. دي لحمه مفرومه. حطيت معاها ايه؟ هي تيجي مثلا مقدار اللحمه يا جماعه زي نص كيلو او ازيد شويه. وحطيت معاها طماطميتين، واتنين قرن فلفل، واتنين بصله صغيره او وسط. تمام. احنا بنحب البصل كتير في الخلطه دي. الخلطه دي خلطه ايه؟ خلطه الحواوشي. بس انا مش هعمل حواوشي بشكله المعتاد في العيش البلدي وكده، عملته معاكم كتير، لا. اهو بصوا، خلاص الخلطه خدتها من الكبه بعد ما اتفرمت كويس. هحط معاها ايه بقى؟ هحط معاها ملح، واحط معاها رشه شطه، ودي بهارات لحمه، هحط كتير، واحط فلفل اسمر. خلاص، كتير برضه. وبعدين بقى ايه؟ حطيت معلقتين بقسماط، علشان خاطر لو نزل ميه من البصل والطماطم والفلفل وهم بينضربوا مع اللحمه، معلقتين البقسماط دول هيلموا لي الدنيا، ومش هيخلوا فيه ميه عشان ما تبوش العجينه. بس هسيب الخلطه بتاعتي دي في التلاجة دلوقتي لما يجي وقتها والعجينه تختمر. تمام كده يا حلوين. تمام. متفقين. صلينا على النبي. خلونا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بصوا، ما شاء الله لا قوه الا بالله، العجينه اختمرت. انا بوريكم دي الجبن اللي انا بستعملها. بستعمل موتزاريلا فريش، اذا كانت الموتزاريلا او الميكس الثلاثي ده برضو موتزاريلا فريش. بصراحه عن تجربه ليها حلوه وممتازه، والمطه وطريه بصراحه جميله. طيب، اول حاجه انا هعملها ايه؟ انا هعمل صينيه بيتزا كده للولاد، لان هم بيعشقوا البيتزا. فده اول جزء هاخد منه للعجينه. هاخد تلت العجينه، مش هاخد نصها، لان الصينيه دي زي ما انتم شايفين مش كبيره قوي، فمش هتاخد نص كيلو دقيق يعني، لا تاخد اقل. فانا هاخد تلت العجينه. وبعدين فردت دهنت الصينيه بزيت، عشان بس اضمن ان القطعه بتاعتي بعد كده بتاعه البيتزا تطلع سليمه. هفردها بقى في الصينيه كويس. بحاول اعمل لها حفه بسيطه كده على قد ما بقدر. وبعد كده جبت الشوكه وخرمت العجينه، عشان العجينه ما تبقاش معايا ايه، تتنفش وتبقى فطيره في الفرن. خلاص. طيب، لصلصه البيتزا بقى السهله انا بعمل ايه؟ باخد معلقتين صلصه، على معلقه كاتشب، على معلقه صغيره زيت، واحط بابريكا، واحط توم باودر.
يعني دي بالنسبه للي عايز يستسهل، مش عايز يعمل خطوات صلصه البيتزا الاساسيه. دي مش صلصه البيتزا الاساسيه، مش عارفه اجمع. دي صلصه البيتزا السهله. لو عندك اوريجانو او اسمه ايه التاني، زعتر ناشف، حطي هيبقى حلو قوي. بس انا ما كانش عندي، انا بحب احط معاها زعتر. وحطيت الملح بس كده، قلبته كله على بعضه، بقت عندك اسهل واسرع صلصه بيتزا تعمليها في البيت. الصلصه الاصليه بقى طماطم، بتشقيها 4 وتحطيها على النار وتحطي معاها راس توم، وبعد كده لما تحسي ان هي اتسلقت كده بتقشريها وبتضربيها مع التوم، وتحطي معاها زيت زيتون برده وزعتر، وبتبقى هي دي صلصه البيتزا الاصليه. بس احنا بنختصر الخطوات. فردت الصلصه، وبعدين هحط جزء من الجبنه. عندي عندي هنا ميكس ثلاثي وعندي موتزاريلا، فبحط جزء على العجينه الاول قبل ما احط الطماطم او ايا كان الحشو اللي انت عايزاه. طبعا انت ليكي كامل الحريه تعملي الحشو اللي انت عايزاه، تعملي حشو تونه، تعملي حشو لحمه، تعملي حشو شاورما فراخ، تعملي الحشو اللي انت يخطر على بالك، جمبري، زي ما انت عايزه. انا عندي ولادي بيحبوها ميكس جبن بس، فانا حطيت حلقات من الطماطم وحلقات من الفلفل وحلقات زيتون اسمر واخضر، وحطيت الاول من تحت جبنه، وهامله الدنيا بقى من على الفوق من على الوش كمان جبنه، ميكس اللي هو الميكس الثلاثي والموتزاريلا. خلاص. كنت ناسيه اغطي بقيه العجينه بتاعتي عشان ما تنشفش، فغطيتها وبعدين فردت بقيه الجبنه على العجينه. طبعا مش هستكفي بالجبنه دي، هجيب كمان، انا سايبه الاكياس جنبي. واحسن حاجه اما تيجي تعملي بيتزا او اي حاجه تستعملي معاها جبن، ان الجبن ما تكونش متلجه، بتديكي نتيجه احسن، وبتديكي مطه حلوه. مش قلت لكم انا مش عارفه اجمع، مش عارفه في ايه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بس هدخلها بقى الفرن بعد ما حطيت الجبنه واتاكدت ان كل جزء كده خد من الجبنه. هدخلها على فرن 180 في الرف اللي في النص، ومش بشغل عليها الشوايه الا اخر 3 دقايق فقط لا غير. بس تعالوا بقى نشوف الوصفه التانية اللي هنعملها ايه. هنعمل سندوتش حواوشي اسكندراني، رغيف حواوشي اسكندراني. خدت جزء من العجينه، انا عندي العجينه قسمتها على 3، خدت تلتها عملت منه البيتزا، صح كده. والتلتين الفاضلين هتشوف انا هعمل منهم ايه. اول واحد هعمله رغيف عادي خالص، فردت اهوت دايره، وبعدين لقيت حته اتخرمت مني كده عادي، قمت جايبه عليها العجينه تاني وقافلاها عشان اللحمه بتاعتي ما تنحرقش او تنز حاجه في الصينيه فتلزق. وبعد كده حطيت في النص كده كوره من اللحمه، وقفلت عليها زي ما بنقفل على الفطير كده، وقمت مبططاها كلها في بعضها. تمام. اللحمه نيه بس هتستوى في الفرن مع العجينه وهي بتستوى. طبعا كلكم عارفين الحواوشي الاسكندراني، مش مستنيين يعني ان انا اقول لكم، بس احنا بنشارك بعض الوصفات، نفكر بعض. يمكن حد تايه عن باله في وصفه، محتار يعمل غدا ايه زي كده. انا فضلت في اليوم ده محتاره مش عارفه اعمل اكل ايه، فعلى طول لما قمت جبت الدقيق افتكرت على طول انا ممكن اعمل ايه. خدت الرغيف بتاعي وحطيته في الصينيه، وبعدين فردت اخر جزء من العجينه، وهعمله زي الكاليزوني. عارفين الكاليزوني؟ حطيت في نص العجينه لحمه، وهحط عليها من الميكس الثلاثي ومن الموتزاريلا رشتين كده، وهقفل العجينه بالنص. انا ما اعرفش غير ان اسمها كاليزوني، قولوا لي انتوا لو لها اسم تاني، انا مش عارفه. فبس قفلتهم كده على بعض زي ما بنقفل السمبوسك، مش السمبوسك، هي لها اسم تاني، اسمها إيه؟ القطايف، زي القطايف، ايوه زي القطايف. بس باكد عليها بايدي كده. وبعدين هعمل ايه، هجيب برضو الصينيه علشان احطها فيها. الصينيه برضو دهنها زيت عشان اضمن ان الحاجه ما تلزقش. وجبت بيضه ضربتها بملح وفلفل، ادام ده حادق فعادي تمام، الدنيا تمام. ودهنت بيه الرغيف الاول، رغيف الحواوشي الاسكندراني والكاليزوني، دهنته كويس عشان البيض ده يديله لون حلو. لو انت مش بتحب البيض ممكن تدهني بلبن وعليه برضو ملح وفلفل، وممكن تدهني الوش بقشطه، ممكن ما تدهنيش حاجه خالص. زي ما انت عايزه. هرش بس رشه جبنه بسيطه كده عشان اخليها وش بيتزا. لا في حاجه غلط، في حاجه غلط، او انا بتكلم بسرعه مش عارف، بس انا حاسه الفيديو بيجري مني. المهم رشيت رشه موتزاريلا كده على الناحيتين، واديتها برضو طماطم كده شرايح وفلفل اخضر. بس مش هحط زيتون. وهدخلها الفرن كده. بصوا عملنا ايه، حواوشي اسكندراني وش بيتزا، وكاليزوني وش بيتزا. هدخلهم الاتنين الفرن برضو على درجة 180، وبرضو لما خلاص ياخدوا لون من تحت اقوم حطاهم تحت الشواية. بصوا البيتزا طلعت الاول قبل الصينيتين التانيين. بصوا شكلها ولا احلى ولا اروع. كانت سخنه النار ما عرفتش اقطعها، والولاد كانوا مستعجلين فخدوها علشان ياكلوا، وما ادونيش فرصه ان انا اصورها وهي متقطعه. بالف هنا وشوفها يا رب على قلبهم وعلى قلب اللي يعملها ويجربها. ولو حد جربها بطريقتي وعجبته يدعي لي دعوه حلوه. جربوا العجينه دي والله ما هتندموا، طريه وطعمها روعه، مش مسخه، ليها طعم والله، مش اللبن والزبده والحاجات دي اللي اكيد هتزود الطعم يعني. بصوا دول كمان طلعوا لونهم ولا احلى ولا اروع. هعمل فيهم ايه،
هجيب كيسه واغطيهم بيها، وفوق الكيسه فوطه مبلوله، بس مش مبلوله يعني بتصر ميه، يعني معصوره، عشان يفضلوا تخليهم طريين، يبوخوا او يطلعوا بخار يعني، فيفضلوا طريين. وبعد كده كلي بقى بألف هنا وشفا. الموضوع ده بتسيبيهم عليهم بس يعني اول 5 دقايق، وبعد كده تشيلي بقى من عليهم الكيسه والحاجات دي. بصوا احنا اكلنا بألف هنا وشفا، وده اللي فضل. بصوا ده الرغيف الحواوشي، بصوا قطعته زي ما انتم شايفين كده من جوه، شكل اللحمه جواه، والعجينه مش سميكه قوي ولا حاجه. اللهم بارك. وكان طري وكان زي العسل. النصين دول فضلوا من الرغيف، والنصين دول فضلوا من الكاليزوني. عايزه اقول لكم ان احنا كام في الفرد في اليوم دوت؟ واكلين 6 افراد، وفضل مننا ده. احنا ما بملناش في الاكل يا جماعه خالص. وفضلت قطعه بيتزا من الولاد. الف هنا وشفا يا رب على قلوبهم. ما تنسيش بس حركة انك تغطيهم بكيسة وفوقها فوطة معصورة كويس، هيفضلوا طريين لغاية اخر جزء. تقدري بعد كده تسخنيهم في الميكروويف زي ما انت عايزة. ده كان يوم النهاردة معاكم، ودول وصفتين بتوعي. لو عجبوكم حطوا لي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع وغيركم يشوفوا. انا بحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.